المعركة بين الفاف وبالماضي ستكون قانونية بعدما اختار المدرب الفرنسي، لأنه مضى عقده بجواز سفر فرنسي، اللجوء إلى الفيفا وأمهل الفاف 8 أيام من أجل منحه كل أمواله. المعركة إذن ستكون قانونية، والفيفا ستنظر في الملف على أنه الأمر يتعلق بمدرب فرنسي ضد الاتحاد الجزائري. الفاف ستستعين بمحامين من سويسرا لأنهم لديهم باع وخبرة كبيرة في مثل هكذا قضايا، لكن عندما سيطلعون على عقد بالماضي الذي أمضاه مع الفيدرالية سيصابون بجنون. لا يوجد عقد في العالم بين مدرب واتحادية ينص صراحة نوار سور بلون بأنه الموظف اللي هو المدرب يمكن له أن يعمل من بيته. المدرب يتقاضى 200,000 أورو وله الحق أنه يعمل من مقر سكنه. ساسي جامي فيه مقر سكنه هدية مفتوحة، لأنه ممكن مقر سكنه حيكون مركز سيدي موسى وليس قطر. هذا التفسير يقدر يمدوه لا فيدراسيون. سي امبورطون. لماذا سيدي موسى؟ لأنه ماهوش مكتوب صراحة أنه مقر سكنه هو الدوحة. ثم إن بالماضي أمضى بجواز سفر فرنسي، هو فرنسي في نظر الفيفا، ولكن ما عملش غير كان بيرمي دو ترافاي، عمل بلو كونترا سبيسيفيك. ان كونترا سبيسيفيك سي لي زانجينيور اللي عايشين في ليترونجي يخدموا كان كونترا سبيسيفيك، وتحدد لك لانسبيسيون ترافاي يعني مقر الإقامة تاعك أثناء العمل تاعك في الجزائر بيان سور. هما حدوا له سيدي موسى، كانت بين سواء ابارتمون كرون ستاندينغ او سيدي موسى، اختار سيدي موسى، وبالتالي مقر العمل تاعه هو سيدي موسى. ويمكن للفيدرالية إثبات أن الرجل لم يكن يعمل بانتظام في مقر سكناه المدون في العقد الذي أمضى عليه. هذه من بين الجوانب التي يمكن أن يكون للفيفا رأي آخر مخالف لما يعتقده جمال بالماضي. الحقيقة ثابتة أنه لا فيدراسيون على نوتيفيا بالماضي قالت له يعني إنهاء التعاقد معك، يعني ما راكش مدرب المنتخب الجزائري، ونحن نعتبر هروبك من الجزائر استقالة، لأنه كان هناك موعد معنا يوم الأحد وأنت ما جيتش. العقد تاعك اللي مضيته ينص صراحة على أنه في حال خلاف لازم يكون هناك تفاوض حول حل بالتراضي وجوبا، تتفق أو لا تتفق، لكن لازم تتفاوض. أنت حددت معه موعد يوم الأحد وهربت، وهذا اعتبرته لافاف بمثابة استقالة. لكن لا فيفا كاين مادة يعني تقول لك في الانكس 2 دو ريغلومون دو ستاتيو دو ترانسفير دي جوار تاع اكتوبر 2022 في المادة 4 من الانكس 2 البند 2 تقول لك صراحة لو كان هناك يمكن يعني إبراز أو تأكيد وجود كومبورتمون أبيوزيف من طرف أو من آخر من أجل إرغام الآخر على فسخ العقد أو تغيير بنوده، فإنه يحق للطرف المتضرر فسخ العقد من جانب واحد بور جوست كوز. لا فيدراسيون دو فوتبول عندها ملف، ما نقولوش ثقيل كما قالوا ملف ثقيل، عندها ملف ويتخدم عليه باش تثبت يعني بالدليل والحجة أنه جمال بالماضي كان يستفز الاتحادية ليدفعها من أجل إقالته حتى يأخذ كل أمواله. ممكن الاتحادية وتقول أنه هذا لم يعد مدرب وفسخنا العقد من جانب واحد لأنه اعتبرنا استقالة، لأنه كان يستفزنا من أجل إبعاده ثم يطالبون بتعويضات مالية. يعني ممكن أن يكون لقرار الاتحادية في نظر الفيفا هو استغناء عن المدرب من جانب واحد بور جوست كوز.